في عمق الليل المظلم تتجلى قوى غامضة تتحكم في خيوط الواقع. منذ قرون طويلة احتفظت البشرية بتلك القوى الساحرة في مهابة وترقب، وتتراوح بين الأساطير القديمة والحكايات المروعة وقصص الحب المستحيلة. تجاور الشعوذة حواسنا وتستدرجنا إلى عالم موازن ينبض بالغموض والتشويق. تعبر الشعوذة والسحر عن استخدام القوى الخارقة للتحكم في الطبيعة والبشر، فهي ليست مجرد ترف للخيال، بل هي إرث قديم تمتلكه الثقافات والأديان المختلفة في جميع أنحاء العالم. تمتد جذورها العميقة آلاف السنين، حيث كانت الشعوذة جزءا من الحضارات القديمة، وتنبعث منها قوة خارقة تعتقد أنها تتعامل مع قوانين لا يمكن تفسيرها بواسطة العلم الحديث. قد يكون السحر وسيلة للتحكم في الحياة وتغيير مسارها، فهو يمنح صاحبه القدرة على تحقيق ما هو مستحيل عن طريق القوى العقلية والروحية. ويتمثل السحر أو سحر الحب في جعل القلوب تتوجه نحو الشخص المرغوب فيه، بينما يمكن للسحر الأسود أن يغرق الأرواح في ظلمة الشر والدمار. ومع ذلك فإن السحر ليس بالأمر البسيط أو الخالي من المخاطر. يتطلب الوصول إلى تلك القوى المخيفة تجارب وممارسات طويلة ومعرفة عميقة بالأسرار المظلمة. ويتلاعب السحرة بالتوازن الطبيعي، ويستخدمون الأدوات السحرية والتعويذات لاستدعاء القوى الخارقة وإشاعة الفزع والأهوال. في هذه الحلقة تتساءل العقول الفضولية عما إذا كانت تلك القوى الخفية حقيقة أم مجرد أساطير. هل تتجلى السحرة فعلا في قدرتهم على إحداث التغييرات المذهلة، أم أنها مجرد خدعة تمكنهم من خداع الجماهير؟ قبل أن أبدأ في هذه الحلقة المثيرة والغريبة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتسجيل الإعجاب بالفيديو وترك تعليق جميل، لأن ذلك يدعمنا. بداية، الأمر ليس بالسهل لنتحدث عن السحر والشعوذة في المغرب، لأن التاريخ أو المؤرخين لم يتركوا لنا وثائقا، أو بالأحرى قاموا بتهميشها، لأن ظاهرة الشعوذة من أكثر الحركات عرضة للغموض والإبهام والتهميش، لأن المؤرخين اعتبروها خروجا ومروقا عن الدين. دعوني الآن أدخل إلى صلب الموضوع وما يهمني الحديث عنه، وهنا سأبدأ بالمرابطين. الدولة المرابطية. المصادر التاريخية توفر معلومات من قبيل أن الدولة آنذاك أو رجال الدولة آنذاك اهتموا بالمنجمين والعرافين، فقد كان الناس في الحاجة إلى علم التنجيم ومعرفة حركة الفلك لتلبية الحاجيات الدينية بالدرجة الأولى من أوقات الصلاة ومواعيد الصيام والحج والأعياد والمناسبات وأوقات السفر الملائمة لسير السفن، وكذا حركة المد والجزر. المصادر التاريخية تقول أن يوسف بن تاشفين قام بتوظيف المنجمين لأهداف أخرى، فقد نبشوا في القضايا السياسية والعسكرية والدينية، حيث تنبأوا له بتعرض العاصمة الجديدة مراكش لخطر الحصار. وفي نفس السياق تنبأ الوزير مالك بن وهيب الذي كان عراف بن يوسف، وتنبأ له بظهور المهدي بن تومرت، وأنه سيكون السبب في الإجهاز على الدولة المرابطية. وفوق هذا تنبأ بأنه سوف يغير شكل العملة من المستديرة إلى المربع، طبعا إن صحت هذه الرواية. ولعل سذاجة العامة وجهلهم قد زاد من الإيمان بالخوارق إبان هذا العصر، حتى أنهم نسبوا لعبد الله بن ياسين قدرته على تفجير الماء في الصحراء القاحلة وانقطاع نقيق الضفادع بمجرد مروره بإحدى البرك. وحتى النساء لم يسلمن من تعاطي الكهنة والدجل. فزينب النفزاوية
لقبت بالساحرة، ووصفها ابن عذارى بأن لها أخبارا مثل الكهنة، وأن الجن يملكها ولها في هذا خوارق كثيرة. زينب النفزاوية التي جمعت بين الجمال والذكاء اتهمت بالسحر نظرا لقدرتها على زواجها بتشفين على حساب ابن عمر اللمتوني زوجها السابق، فنسب إليها السحر واستحضار الأرواح، واشترطت في زواجها ملكا حتى تفسح عن الكنوز التي كان تخبئها وفق طقوس سحرية معينة. في زمن المرابطين كان الناس يذهبون إلى المشعوذين خوفا من تفاصيل المستقبل وعلى أسرهم وأنفسهم. هناك شخصية في هذا الوقت عرفت بالدجل والشعوذة، وهي أبو كسيا، حيث كان الناس ينصتون له ويطيعونه، وإذا عصاه أحد أو خالفه عاقبه بقلب كسائه الذي كان يلتحف به نحو وجهه فتصيبه مصيبة في ماله أو بدنه. في عهد الموحدين نصادف الزعيم الروحي لهذه الظاهرة، وهو المهدي بن تومرت، الذي قال عنه عبد الواحد المراكشي الذي عصره كان أوحد عصره في علم خط الرمل، مع أنه وقع بالمشرق على ملاحم من علم المنجمين. ويقصد المراكشي هنا رحلة المهدي إلى المشرق في طلب العلم، والتي استغلها كذلك لتعلم علم التنبؤ والكهنة، أو ربما كانت له معرفة مسبقة بهذا العلم، وهذا ليس مستبعدا. في هذا العهد برز العديد من المشعوذين ادعوا فك الطلاسم من خلال النظر في كتف الشاه، وعلم الأكتاف هو علم يبحث في الخطوط والأشكال التي ترى في أكتاف الضأن والماعز، وإذا قوبلت بشعاع الشمس من حيث دلالتها على أحوال العالم من الحروب الواقعة بين الملوك وأحوال الخصب والجدب، وقلما يستدل بها على الأحوال الجزئية لإنسان معين. يؤخذ لوح الكتف قبل طبخ لحمه ويلقى على الأرض أولا، ثم ينظر فيه فيستبدل بأحواله من الصفا والكدر والحمراء والخضرة إلى الأحوال الجارية في العالم من الغلاء والرخاء والحروب الواقعة بين الأمراء ولمن الغلبة فيها. وتخصص بعض الدجالين المعروفين المتوسمين في تفسير أسرار الطبيعة المكنونة في الكتف، وهذه الهالة سخرها المهدي بن تومرت كذلك لاستقطاب قاعدة شعبية عريضة من العامة، حيث نجده في سياق لقائه بعبد المؤمن بن علي القومي قد ردد اسمه ثم بشره بأنه سيملك أرض المغرب. كما برع الزناتيون في علم الأكتاف، حيث كانت لهم معرفة كبيرة بهذا العلم أكثر من غيرهم، فاتخذ الكثير من الناس السحر والشعوذة وسيلة للتكسب السهل والسريع بعد أن ضاقت عليهم سبل الرزق. لسان الدين بن الخطيب تحدث عن أحد المنجمين وهو واقف بين الناس ممتدحا قدرته الكبيرة في التنجيم وقراءة المستقبل، متباهيا بتضلعه في علم الغيب وقراءة المستقبل، ويتكلف سجع الكلام أمام مرتاديه. ومن بين الكلام الذي قال هذا المنجم: أنا استذكرت الأنبار، فرحة الإقبال وترحة الإدبار، وطالعت أقلديس فاستنبطته، وصارعت المرصطي فاستنصته، ولاحظت التحليل بحل ما عقده، وانتضيت ما مطل به الجهابذة فنفذه، وعاينت زحل حين استقل عن بعيره ورحل. هذا الكلام يوضح لنا أن المنجمين والكهنة يبالغون في الكلام ومدح أنفسهم وسجع الكلام، ويفتخرون بقدراتهم حتى يتمكنوا من ضعاف العقول والنفوس، ويتخذون من الأسواق أماكن لجمع الناس حولهم. ولم تشر المصادر إلى أن السلطات الموحدية اتخذت أي إجراء للحد من انتشارهم بين الناس في الأسواق ونشر أفكارهم والسيطرة على أذهان العامة. يقال أن الخلفاء والأمراء ورجال السلطة اتخذوا لأنفسهم منجمين خاصين، كما حدث مع الأمير الموحدي أبي الحسن السعيد الذي نهاه منجمه غزوز
عن الخروج إلى إفريقيا. السلطة حرمت الأمر على العوام وراقبتهم وعاقبتهم إذا تعاطوا له، واتهموا من حاول الثورة على المخزن أنه يتعاطى السحر والشعوذة وأنه مطية للوصول إلى السلطة. وشاع الأمر بين العامة بإنكارها وتنكيرها. من خلال هذه الأحداث التاريخية والمعطيات حول هذه الظاهرة يبدو أن السحر والشعوذة والتنبؤ لم تكن وليدة لحظة تاريخية بعينها، ولم تكن رهينة سبب واحد ولا مطية لهدف رئيس، حيث سجلت هذه الظواهر تجذرا في أرض المغرب حتى أصبحت من الموروثات، بل إن الوصول إلى السلطة والقيادة استند أحيانا إلى النبوغ في السحر والشعوذة والتنبؤ، ومرده شعور الرعية بالاطمئنان للمستقبل مع صدق الفراسة والرأي، كما أن توجه العامة إليها يرجع لأسباب كثيرة أهمها التفاوت المعرفي والطبقي في المجتمعات الإسلامية قبل الفتح وبعده. فالفقر والعوز والحاجة الاقتصادية كانت عوامل حاسمة للتوجه لها، إضافة للخوف من المستقبل والتطلع نحو الأفضل. وبعد دخول الإسلام بقيت هذه الظواهر متوغلة عند الخواص والعوام، والأخطر من هذا أن البعض استعمل الدين كمطية لتثبيت أهدافه باستعمال السحر والتنبؤ، وربما ساعد المناخ العام المرتبط بالسذاجة والجهل على المضي نسبيا في هذه المشاريع. الخلاصة أن